أنا النهاردة هحط نفسي مكان ناس كتير عندها أسئلة وعايزة إجابات. هسأل الأسئلة دي لكريم، حاجات تخص ذا ميكر. بس الأول عايزة كريم يعرف نفسه عن دوره في ذا ميكر. أنا اسمي كريم نبوي. أنا هيد اوف بيرفورمانس هنا في ذا ميكر. بس قبلها أنا مدرب. دربت بقالي 6 سنين مدرب. كنت عايش برا مصر، بدرب برا مصر من أول ما تميت 18 سنة، ورجعت السنة اللي فاتت. دراستك إيه يا كريم؟ أنا في الثانوية بتاع الثانوية العامة في ليسيه كونكورديا في مصر، فرنش. خلصت، سافرت فرنسا، عملت بيزنس وايكونومكس 4 سنين، وبعد كده رحت بقى عملت الماسترز بتاعتي من اسبانيا في حاجه اسمها اكزيكتيف ام بي اي ان سبورتس مانجمنت. درست سبورتس مانجمنت في الماسترز، وكانت من ريال مدريد جرادويت سكول. يعني اللي أنا فهمته منك إن التعليم اتربط بالرياضة، ودخل بقى انتوا الرياضة دلوقتي في حاجات كتيرة جدا. طبعا هو التعليم نفسه سببه اكسبيرينس. يعني هو التعليم، الناس زمان قوي كان عندها اكسبيرينس وفضلت تحط الاكسبيرينس دي على ورق عشان تعلمه للناس التانية. فهو انا بحس ان احسن ميكس هو ميكس التعليم مع الاكسبيرينس. لو حد متعلم كويس قوي بس ما عندوش الاكسبيرينس اللي تؤهله مثلا يعمل حاجه معينه، مش هعملها زي واحد معاه اكسبيرينس واخد نفس العلامه. طب ازاي العلم ده يفيد الكورة بالأخص؟ هو بيقولوا على الكوره علم، يعني مش عارف، يعني an inexact science، يعني علم غير ثابت. ليه؟ لان الكوره ممكن يحصل فيها تغيرات. اي حاجه، مفيش حاجه ثابته في الكوره. فانا بشوف ان العلم هو اللي عن طريقه نقدر بقى ناخد كل الخبرات اللي فاتت ونطبقها عندنا، فيبقى احنا عملنا او بنينا على اللي هم الناس اللي قبلنا انهوا بيه. مش بدأنا حاجة من الأول، بدأنا حاجة من الصفر وما عندناش الاكسبيرينس بتاعتها. فهو ده بشوفه دور التعليم. يعني خدنا خبرة الناس واللي وصلوا له مظبوط. واحنا كملنا بيها بالعلم. مظبوط. لكن وعلم لوحده برضو من غير خبرة، ومن غير علم، من غير تطبيق كويس، صح. برضو مش هيوصل حاجة. فاحنا ده اللي احنا بقى بنحاول نوصل له هنا في ذا ميكر، ان احنا ناخد العلم ده ونرفلكت او نفكر فيه بشكل ايجابي عشان نوصل للي احنا نوصل لاحسن طريقه نعلم بيها اطفالنا. عشان احنا عندنا طبعا 100 ولد، ودي مسؤوليه كبيره جدا. هو ده الجزء اللي انا عايزه اسالك فيه، لان ده الجزء اللي انا بعيده عنه تماما، التدريبات. انا عارفه ان احنا عندنا اعمار مختلفه، والعلم داخل في التدريبات كمان، اللي انا مش عارفه برضو. عايزك تشرح لي اكتر ازاي بنقدر نطبق ده في ذا ميكر على جميع المراحل العمريه المختلفه. طيب، احنا اولا كل فئه عمريه ليها البرنامج بتاعها، يعني مختلف عن التاني. كل حاجه في كل سن بتختلف عن التاني، حتى لو الفرق ممكن يكون سنه سنتين، وممكن الموضوع يوصل مثلا عدد المدربين اللي المفروض يبقى موجود معاهم. يعني مثلا لو السن صغير قوي، ممكن لازم كل 8 ولاد لازم معاهم مدرب. لو السن كبر شويه ممكن كل 10 ولاد معاهم مدرب. مثلا التفصيله الصغيره دي مثلا بتفرق من سنه للتانيه. الحاجه التانيه ان هم كل ما السن اصغر كل ما احنا بنركز على الانديفيدوال سكيلز اللي هي المهارات الفرديه. كل ما بنركز على تطويرهم تكنيكلي. كل ما بيكبروا شويه بندخل حته تاكتيكال، اللي هم الولاد طبعا اتكلموا عليها. كل ما كبروا شويه في السن بيتكلموا في الحته، بنتكلم معاهم في الحته التاكتيكال شويه بشويه. حاجتين كل سنه نديلهم حاجتين 3 لحد ما بيوصلوا مثلا لسن 15 سنه. خلاص هم بيبقوا خدوا كل الحاجات التاكتيكال، خلاص بيطبقوها وبيكونوا تأسسوا صح. بنبني يعني
بنبني. طب هل في حاجة اسمها ان السن الصغير اسهل والسن الكبير اصعب ولا؟ لا، ما في، لا، كل سن ليه حاجات بتاعته وليه الصعوبات بتاعته. يعني السن الصغير يعني سهولته انه طبعا بيتعلم بسرعه جدا، ولكن الصعوبه انك توصل له زي المعلومه بطريقه هو يفهمها. طريقة. لانه الكبير ممكن لو شخصين، ولد عنده 10 سنين ولا عنده 15 سنه، لو قلت نفس المعلومه ممكن ده هيفهمها بطريقه وده هيفهمها بطريقه. فمهم ان انا ازاي اعرف اوصل للولاد دي لغه الحوار كمثلا مدرب او كشخص بيتكلم معاهم. لازم تبقى طبعا كل ما كبروا سنه سنتين لازم بتبقى مختلفه. موضوع كبير قوي. جدا. هسألك بصراحة يا كريم، ما خفتش من المسؤولية؟ احنا 100 ولد، محافظات مختلفة، شخصيات مختلفة، اعمار مختلفة، مسؤولية. خفت طبعا، خفت جدا، لانه احنا بنساهم في تكوين انسان ومسؤولين مسؤولين عنه لسنين قدام. كل حاجة. مظبوط. وفي ولاد، يعني ذا ميكر بدأ بقى لها almost 3 سنين. ف يعني احنا نعتبر احنا المدرسه بتاعته. بيقول لك الولد بيتعلم من البيت وبيتعلم من المدرسه، فاحنا المدرسه بتاعته. فدي مسؤوليه كبيره جدا جدا، وكل شويه كل ما العدد بيزيد طبعا المسؤوليه بتزيد. فكل كلمه طبعا بتبقى لازم تطلع بحساب. لا، وغير كده كمان انت مسؤول عن حلمهم. الولاد دي جايه هنا بحلم هي مش شايفه غيره طبعا، وانت اللي هتحقق لهم الحلم. وزي ما انت قلت هم بيقعدوا هنا اكتر ما بيقعدوا في بيتهم. مظبوط. فهي كل كلمه بتوصل لهم بتعلم. وانت قلت كمان حاجه مهمه جدا وانت بتقول على التدريب، ان كل سن بتوصل له بطريقه معينه بكلام معين. احنا بنعمل ازاي ده في المحاضرات؟ احنا اولا احنا فاصلينهم. يعني الكبار ليهم محاضرات، يعني ليهم محاضرات، والصغيرين ليهم محاضرات. احنا عندنا الانجليش طبعا، الا الانجليش هو يمكن الحاجه الوحيده اللي محطوطه بالمستوى. بالمستوى. لكن احنا عندنا سيشنز سايكولوجي طبعا معاكي، عندنا سيشنز جروث، سيشنز منتاليتي وبيهيفير، تاكتكس، وعندنا سيشنز تاكتكس، وعندنا نوتريشن. احنا الحاجات دي هم الصغيرين ليهم الكلام اللي بنوصل لهم بيه، والكبار ليهم الكلام اللي بنوصل لهم بيه. الصغيرين طبعا فن اكتر، لعب اكتر، جيمز اكتر، حاجات رسومات، حاجات فيجوال. كل ما السن اصغر كل ما بيبقى الفيجوال مهم، اللي هو الشيء المرئي ان احنا بيشوفوه بعينهم هيطبقوه احسن. كل ما السن كبر كل ما، مش هقول مش لازم، عشان طبعا الفيجوال دايما احسن، بس بنقدر ان احنا نوصل لهم معلومات اكتر عن طريق الكلام، غير يعني ممكن تكون غير مرئية. بس الاثنين فيهم تحديات كبيرة. يعني مش عشان هم اكبر فاسهل. فاسهل. يعني محتاجين ان احنا كل عمر برضو نوصل له بطريقته. بطريقته، عشان فترة برضو اللي هم بيكبروا فيها فترة 14-15 سنة دي برضو فترة التمرد. بالظبط. فترة بيحصل فيها مقاومة. انت بتعلم وكل حاجة، بس بيجي اوقات اكيد بتشوف بعض من الولاد هي بتقاوم الطريقة دي. بتتعامل مع ده ازاي، سواء في الملعب او بره الملعب؟ اول حاجه براجع نفسي الاول عشان اوصل، بحاول اشوف طب هل انا اقدر اغير لغه الحوار بتاعتي ان انا اوصل له بطريقه تانية. فغير بقى الابروتش. فمثلا لو انا بقول للمجموعه بطريقه معينه، لا اروح مثلا ممكن اعمل معاه 1 on 1، نقعد انا وهو، هساله اسئله هوصل بيها لو في مشكله عنده، لو هو بيرد كده لسبب ما، واحاول ان انا اغير طريقتي ان انا اوصل له. ودي حاجه طبعا احنا هنا في ذا ميكر يعني بنعملها، ان احنا
لو عايزين ولادنا توصل لحاجة، احنا ما بنروحش نقول له اعمل الحاجة دي، ما بنروحش نقول له انت اعمل، لا احنا بنحاول نديله اسئلة موجهة guided questions ان هو يوصل للاجابة بطريقته، هو يوصل للاجابة بنفسه. فهتثبت اكتر وهو هيستفيد اكتر ان هو فكر وابدع هو من دماغه انه وصل للاجابة دي. كريم انت عامل ميكس انا واخده بالي منه حلو قوي. انت الولاد بيحبوك قوي وانت بتحبهم جدا انا عارفه. اوقات بشوفك بتهزر، اوقات ستريكت قوي، اوقات بوكر فيس مفيش اي حاجه خالص. ازاي بتعرف تعمل الميكس ده، وقد ايه الميكس ده مهم في التعامل مع الولاد عموما؟ بعمل ده ازاي؟ انا مؤمن ان كل مكان ليه القدسيه بتاعته او ليه الطقوس بتاعته. انا ممكن في الملعب ما بهزرش خالص، ستريكت، ممكن اكون ستريكت قوي في الملعب، لان انا بحسبها، مش بحط نفسي ان انا بس يعني شخص والولاد، انا بحط ان انا هم لما ان شاء الله يبقوا لعيبه محترفه وتلعب سواء في مصر او خارج مصر، هو ده المتوقع منهم. انا بحاول اوصل لهم ان هم يعملوا دلوقتي اللي هيبقى متوقع منهم قدام، عشان يبقى الحياه اسهل عليهم قدام. بره الملعب طبعا بنهزر وعادي كل حاجه وبنتكلم وضحك وهم جمال جدا يعني. احنا محظوظين على فكره بالولاد دي يعني. لكن جوه الملعب لا، بتبقى على حسب المكان اللي احنا فيه. وبشوفك كمان بتقف لهم على الوقت بالدقيقه. مظبوط. يعني في كل حاجه، في التمارين وفي المحاضرات وفي الالتزام وكل حاجه بالدقيقه. انت اتربيت كده ولا عيشتك بره اللي فرقت معاك كده؟ وايه اهميه الالتزام بالوقت سر من اسرار النجاح؟ الاثنين. انا اتربيت كده واتعلمت كده. انا رحت يعني انا خلصت دراستي في فرنسا وسافرت امريكا اشتغل وانا بعمل الماسترز. فاول ما دخلت اول حاجه اشتغلتها لقيت حد بيقول لي if you're early you're on time, if you're on time you're late. بمعنى انه لو انا رايح بدري عن ميعادي فانا جاي في ميعادي، لكن لو انا رايح حتى على في ميعادي ابقى انا كده ايه متاخر عن ميعادي. لانه متهيألي هم بيأكاونت انه يبقى فيه مثلا ممكن حاجه تحصل تاخر. بس انا يعني دي تجربتي انا الشخصيه، ان انا لما بكون موجود في مكاني بدري جاهز، الموضوع بيفرق كتير حتى لو هو يبان صغير. لا هو صغير خالص. بيفرق. فده بس اللي انا بحاول اوصلهم. وكمان ان هم ان شاء الله لما يعني لو ربنا اراد وطلعوا يحترفوا بره مصر، هم بره مصر هو يعني ده النظام. واحنا بنحاول كمان في ذا ميكر ان احنا نعمل، يعني احنا في ذا ميكر احنا مش عايزين نعمل اللي بره بيعملوه او اللي في مصر بيعملوه، احنا عايزين نعمل الحاجه الصح. احنا بناخد الحلو من بره، بناخد الحلو من عندنا من جوه، وبنحاول ايه نطلع احسن حاجه. فالوقت بشوف ان هي من اهم الحاجات في الحياه. طريقه السيشنز، هما بياخدوا سيشنز كتيره جدا زي ما انت قلت. هل احنا متبعين طريقه السيشنز، احنا مدرسين واقفين وبندي محاضرات، ولا في حاجات تانية بتتعمل بتساعدهم؟ لا طبعا في حاجات كتير انتراكتيف. هم يعني بيبقى في جيمز كده، يعني السيشنز بتبقى متنوعه، بيبقى في جيمز، بيبقى في هم عندهم هنا ترابيزه بينج بونج، عندهم حاجه اسمها سوكر هاب، اكيد يعني وريناها قبل كده. وبيتعمل بقى جروبس، مجموعات طبعا مع يعني عايزه نتكلم على لبنى ومريم. بيعملوا معاهم شغل انتراكتيف جدا، دايما في بازلز وجيمز وحاجات. وده عايزه بقى اتكلم هنا ان هم لان هم قاعدين معانا يعني 5 ايام في الاسبوع. فطبعا بيبقى في وقت فاضي بره المحاضرات.
فدي الحاجات اللي احنا بنحاول نملى بيها وقتهم. هم بيتفرجوا على 3 افلام انجلش في الاسبوع، وده عشان برضو هدف ان هم يتعلموا الانجليش ويتحسنوا فيه، وفي نفس الوقت حاجه يشتغل فيلم يتعلموا حاجه وحاجه لا وينبسطوا بيه، ان هم يبقوا قاعدين مبسوطين مع بعض. دي حاجه مهمه. هم يعني راحوا السينما من شهر او من حبه، شافوا الحريفه 2. ف يعني باي ذا واي هم انا اتعلمت الانجليزي. انا كنت مدرستي فرنش، انا اتعلمت انجلش عن طريق الافلام. بالظبط. فدي يعني الافلام والموسيقى الاجنبيه يعني هي عمليا، يعني احنا دايما هنا عايزين نوصل لهم بالطريقه العمليه. مش ثيوري ووقف وبتاع، لا، عايزه يوصل بحاجه برضو زي ما قلنا في الاول، فيجوال. احنا بنعلمهم الحاجه وبنخليه يطبقها، قصدك تقول كده. مظبوط. طيب دلوقتي يا كريم، جبنا الولاد وقعدوا مع بعض واتعلموا واتمرنوا وبيذاكروا، ايه بعد كده؟ بعد كده الاند جول ان هم بيوصلوا لسن معين. بنبتدي احنا بقى بنسوقهم في انديه داخل مصر وخارج مصر، واحنا متعاقدين مع ايجنسيز من بره مصر تقدر ان هي توصلهم يختبروا في اكبر الانديه في اوروبا. ومش بس يعني، وكمان هي مش هتبقى متعلقه بكوره، ان احنا زي ما انت برضو دايما بتقولي ان هو يبقى انسان كويس. هنبقى احنا ساهمنا في تكوين هذا الشخص انه انسان كويس، ولما بيطلع ان شاء الله بيطلع يلعب بره، احنا بنكون جهزناه للمرحله دي في حياته، فبقت اسهل عليه. هل هيعملوا معايشات كمان اكتر من مره قبل ما يسافر؟ طبعا. هم الهدف ان هم على ما يجوا، لما يعني هم احنا اكبر سن عندنا 14 سنه. احنا عشان يقدروا يسافروا قانونيا لازم يتموا 18 سنه. ففي الفتره اللي على ما يتموا 18 سنه فيها دي، هيكونوا الهدف ان هم يكونوا عملوا معايشات، طلعوا اختبروا في اكتر من مكان، طلعوا حسوا حتى بالبلد او بالبلد، سواء بقى انا هنا مش بتكلم على اوروبا فقط، انا ممكن اتكلم على امريكا، ممكن اتكلم على اسيا. يطلعوا يعني هم لما يشوفوا الانديه دي ويشوفوا بتعمل ازاي، اكيد هيتعلموا حاجه وهيؤمنوا اكتر بالحلم. هنا قاعد احنا بنتكلم معاه على حلمه، بس لما يشوف حلمه قدامه طبعا اكيد بتفرق. فدي طبعا حاجه يعني هدف لينا كبير جدا. طب احنا عارفين حلم الولاد دول، انت حلمك ايه؟ انا هما يعني في ناس كتير منهم عايزه تروح ريال مدريد. انا بقى حلمي انا عايز ابقى رئيس ريال مدريد ان شاء الله. عايزه اوقعك في الغلط شويه مع الولاد، اوقع بينكم. لا اتفضل. لا مش هوقع بينكم، انت عارف ان هم بيحبوك. اسالك كام سؤال كده عليهم. مين احلى قصه شعر؟ احلى قصه شعر ماهر. مين اللي دمه خفيف؟ يوسف صبحي. مين ضحكته حلوه قوي؟ عبد الظاهر. مين مشاكس؟ ينفع اقول كلهم؟ ينفع اقول كلهم. لا، مين مشاكس؟ ينفع اقول كلهم؟ لا، مشاكس مروان. كده مروان. مين ديسيبلين قوي؟ بس كريم مش هيقول. لا بس في كتير يعني هم كلهم جمال، بس يمكن اللي بحسه مؤخرا بس يعني عايز يتعلم قوي وبيسأل كتير وملتزم بالمواعيد كلها وموجود، محمد احمد 2010. انت بتحب اللي بيسأل كتير؟ لانه ده يعني بيقول لي الشخص ده عايز يتعلم ويسأل، بس مش اي اسئله، مش مجرد انه بيسأل، هو عايز يعرف بجد، او عايز يعرف حاجه معينه هتوصله لهدفه. انا
بحب اشوف الشخص اوبسست بحلمه، وهم دول الناس اللي بتوصل. لو طلبت منك توجه لهم رسالة دلوقتي، احب اقول لكم انا فخور بيكم جدا. انتوا اللي بتعملوه مش قليل، وانتوا كلكم موهوبين وولاد كويسة. انا بنصحكم انكم تكملوا، انه محدش فيكم يستسلم، محدش فيكم ييأس، لازم تكملوا المشوار لاخره. لو فضلتوا على الطريق اللي انتوا فيه، يعني مش هقول لك اعمل حاجه زي، لو فضلت على الطريق اللي انت ماشي فيه الاكيد انك هتوصل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا كريم. شكرا يا نصر.